السلام عليكم، ورجعت لكم تاني بوصفة شتوية، وصفة بتدفي، وصفة بتنمي الذاكرة، اللي هو المشبك السوري. هنعمله بطريقة سهلة جدا وخامته موجودة في كل بيت، واستسمحكم نكمل الفيديو للآخر عشان في تريكات وفي حاجات وفي أسرار في الشغل عشان ما يبص منك، وازاي خمرناه وازاي قطعناه بالكيس بتاع البلبلة بتاعت بلح الشام، وازاي استوى معانا. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك للفيديو ونبدا الوصفه على السلام عليكم. يوم جديد وحلقه جديده من حلقات شيف منصور للطبخ الاصول. وزي ما حضراتكم عودتكم، اي حاجه بتطلبوها مني انا تحت امر متابعيني. والنهارده طلبوا مني المشبك السوري يا جماعه، وانا ان شاء الله هنعمله النهارده بطريقه مبسطه، ونبدا وصفه المشبك على بركه الله. معانا النهارده على بركه الله 3 كوبايه سميد ناعم، 3/4 كوبايه دقيق، اي نوع دقيق، 1 علبه زبادي، ميه حسب الطلب. معانا 1 معلقه خميره، 1 معلقه سكر، 1 كوبايه ميه، و2 معلقه دقيق. ده اللي قدام حضراتكم الخميره اللي احنا عملناها قبل الوصفه بتاعتنا، عشان خاطر دي بتاخد لها حوالي تلت ساعه في التخمير. والشير اللي معانا النهارده 3 كوبايه سكر، و2 كوبايه ميه، و1 عصير ليمونه، ورشه فانيليا او ربع معلقه فانيليا، والشربات بتاعه بتبقى تقيل. ونبدا الوصفه على بركه الله. نزلنا بال3 كوبايه سميط على بركه الله، وزي ما حضراتكم شايفين سميط ناعم وحاجه زي القمر. بعد كده هننزل بال3/4 كوبايه دقيق، وبنقلب القمر ده كله مع بعضيه كده. بسم الله حبيبي يا رسول الله. الموضوع سهل جدا، ونمشي مع خطوات الفيديو للاخر عشان ازاي هنسويه في الزيت، وازاي هنقطعه ببلبله الخاصه ببلح الشام. بعد كده بننزل بالزبادي كده وبنديله تقليبه مع السميد والدقيق. وده الخمير بتاعنا اختمر وبقي زي القمر اهو. بسم الله. ننزل بالخميره بتاعتنا، طبعا السميد والدقيق والزبادي، ونزلنا عليه بالخميره بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. وبنقلب كل القمر ده مع بعضيه زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل. وطبعا وبعد كده بندي حوالي 3 معالق زيت كده، بندي بيه لمعه كويسه كده. وبعد كده هننزل بالميه حسب الطلب تدريجيا، وانا هوري حضراتكم القوام اللي انا عايزه هيبقى عامل ازاي. خدت نص كوبايه ميه وهنديها ربع تاني. انتوا عارفين ان السميد والدقيق بيشربوا الميه بسرعه، خاصه السميد. كده نزلنا بحوالي 3/4 كوبايه ميه. القوام بتاعي اللي انا عايزه هنسيبه يختمر لمده ساعه، وبعد كده هنشكله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده يا جماعه بعد ساعه بصوا الموضوع عامل ازاي. العجينه تضاعفت، وهنخرج الهواء منها بالطريقه دي كده، وهي هتتقل معانا شويه عشان خاطر عرق السميد كل ما بيقعد كل ما بينفش كده، وشويه الدقيق بيعملوا ماده كويسه فيها. جبنا كيس ببلبله صغيره كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنبتدي نعبي ونقطع المشبك السوري مع بعض. بسم الله حبيبي يا رسول الله اهو. موضوع سهل جدا يا ست الكل اهو. اهو يا ست الكل. بسم الله. قلبنا المشبك السوري القمر زي ما حضرتك شايفه اهو. موضوع بسيط جدا، ونخلي بالنا من ايدينا من الزيت، وهتشوفوا النتائج هتبقى زي القمر قمر قمر. بصوا يا حضرات كده اللون اللي انا عايزه اهو. واهم حاجه يفك من بعضيه نسبه كده عشان خاطر الزيت يخش في بعضيه. بصفيه من الزيت كويس جدا جدا، واروح منزله على طول في القطر او في الشير او في السيرب بتاعه. بصوا الموضوع عامل ازاي. استسمحكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك، ونعمل لايك للفيديو القمر ده عشان يوصل اكبر عدد والناس كلها تستفيد. وهنعمل واحده تاني مع بعض. بسم الله حبيبي يا رسول الله اهو. موضوع اهو مع قدام سيادتك اهو، واحده واحده. بسم الله. بنلف كده اهو دايري من جوه بعضها، وما نحاولش نلزق في بعضيه عشان خاطر يستوي مع بعض زي ما شايفه كده الكل اهو. نكمل ونعمل الحجم اللي حضرتك عايزاه، يعني مش لازم ايه كبير ولا صغير، الحجم اللي انت عايزاه وملوش مقاس معين.
طالما هناكله في البيت. طبعا ما بيقعدش في الشربات كتير عشان هو سميت البسبوسه بيمتص زي الاسفنجه بسرعه في الشربات. وهنحطه جنب القمر اللي عملناه الاولاني وهنكمل مع بعض الشغل بتاعنا. واهم حاجه السقسقه كده من على الوش عشان خاطر ما ياخدش وقت معانا. وكل شويه نبص من الجنب اهو. هنقلب مع بعض، خلي بالنا من ايدينا ومن الزيت عشان احنا كده بنلعب بالنار يا جماعه اهو. بصوا المشبك السوري عامل ازاي. الله اكبر حبيبي يا رسول الله، نتيجه 100%. استسمحكم ندعي لابويا وامي بالرحمه والموتى المسلمين اجمعين. كده خلاص فاضل له الوش ده، فاضل له نص دقيقه وهنطلعه. مش عايز اعلي الزيت بس ممكن نعلي الزيت سنه. يا جماعه خلي بالكم دي ما ننزلهاش في العسل ونحطها في الزيت والعكس، وما نحطش دي في الزيت وفي العسل. يعني بتاع العسل ما تجيش هنا بس ممكن دي تنزل هنا ماشي. تمام كده. اللون ده اللون الجميل اللي انا عايزه حبيبي يا رسول الله اهو. اللون يا جماعه اهو قدام عينيكم خطوه بخطوه. بسم الله. بنصفيه كويس ونروح نازلين بيه، والماسك بتاع العسل بنبتدي ندوس عليه لتحت لمده 30 ثانيه. ده انتوا عارفين السميط بيشرب الشربات بسرعه. تمام. هنعمل واحد تاني كده في الفاصل ونكمل مع بعض باقي الحلقه. وهنخرجها من الشربات بتاعها تاني اهو. بنصفيها كويس جدا اهو. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي، واللون ولا فوق وتحت حاجه بسم الله ما شاء الله. هنحطهم جنب زمايلهم ونكمل مع بعض. الواحده اللي معانا دي اهي خلاص دخلت على سوا التانيه اهي. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. وطبعا كده يا جماعه انتهينا من وصفه المشبك السوري. عملناه بكل تفاصيله، وزي ما اتعودنا ان الشيف منصور بيحلل حلو بيحط بقى الفستق كده من فوق يا شيف وورينا. وان شاء الله استسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحه يشترك ونعمل لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد، عشان خاطر يوصل كل ستات البيوت ويوصل الناس المبتدئين. حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين والشيف منصور بيحلل حلو، وحطينا الفستق الحلبي الجميل على وش المشبك السوري. وان شاء الله تستنوني في وصفات تانية، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.